اخر حاجه بقى مهم جدا جدا انك تفكر فيها باستيعابك وبشكل كامل، هي ان انت ما تستسلمش. وانا عارف ان الكلام ده اتقال كتير في فيديوز كتيره جدا من ناس كتير، وهو في الحقيقه مهم وهيفضل يتقال طول العمر. الاستسلام او الزهق او الخمول او تحس ان الموضوع ما جابش نتيجه، ده بدايه النجاح. فالمفروض ان انت يتخطاها، يا اما تفضل في المكان اللي انت فيه. يعني لما تبدا مشروعك وما تبيعش او تفشل، او بلاش نقول الكلمه دي بس بتبقى غير موفق، هذه اللحظه انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج بمنتهى البساطه تبدا تسال نفسك هو انا ما وفقتش ليه؟ ايه الحاجات اللي كانت ناقصاني؟ تبدا تلاقي حاجات كتيره جدا وتبدا انك تحاول انك تنجح فيه. مؤخرا كان ممكن البيزنس يقف علشان ما فيش فلوس، مفيش فلوس تتصرف على التسويق بتاعه، ولكن بما ان ما فيش فلوس فمعنى كده انك بنسبه كبيره عندك وقت. لو عندك وقت وما عندكش فلوس، فالوقت كفايه انه يساعدك انك تسوق ليه، وهتلاقي فيه افكار كتيره جدا انك تنزل على جروبس وحاجات زي كده. فملخص النقطه الاخيره ان انا مش عايزك تيأس لما ما تحققش النتائج اللي في دماغك، وتعرف ان اي نتيجه محتاجه انك تبني لها حاجات كتيره جدا 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 علشان تاخد النتيجه بتاعتها بشكل واضح. بس كده. فان شاء الله ننتظركم في فيديو قادم نتكلم عن الحاجات دي بقى كلها بتفاصيل اكتر. مع السلامه.